الخير، صباح الهنا، صباح السرور، صباح السعادة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قد الدنيا ولا عليها. بصوا بقى، النهارده جمعة، الاول جمعة سعيدة علينا وعليكم يا رب، جمعة مباركة على كل الامة الاسلامية بخير ان شاء الله باذن الله. طيب انا كده لسه صاحي بدري، حتى التوتانين دي برضه لساني لسه مش مظبط من النوم، لسه صاحي من النوم والله، حتى لسه ما فطرت. بعت الواد يجيب الفطار، طعمية وفول، يعني الفطار الرسمي والراعي الرسمي للشعب المصري، الفول والطعمية، الفلافل والفول على رأي الجماعة الاسكندرانية. النهاردة الجمعة والراجل عامل معايا مندبة وإيه اللي لازم نطبخ النهاردة. طب احنا آخر الشهر مفيش فلوس، المرتب خلص، هنعمل ايه؟ والله انا مش عارفه اعمل ايه، بس تعالوا نروق الفريزر، واكيد هنلاقي في شويه حاجات كده التلج كده بيبقى مخبيهم. تعالوا مع بعض نروق الفريزر ونشوف هنعمل غدا ايه النهارده. ولو وصلت لحد هنا اوعى تستخسر فوقتك لايك وكومنت، ولو لسه ما اشتركتيش اتمنى انك تشتركي. والاميره الكبيره راح تجيب الفطار. هنروق الفريزر ونشوف، وقولوا لي مين زيي بيجي اخر الشهر ويريب. بصوا يعني لو الشهر ما اتزنقتش، العمليه ما زنقتش، خلاص بسيب الفريزر زي ما هو. العمليه زنقت، تعالوا نروق الفريزر، يلا خش معايا على الفريزر. وهنا بقى بدأنا ايه، نروق الفريزر. تعالوا بقى كده، ده طبعا كيس طماطم لابد هينفعنا. بصوا بقى، دول حتتين لحمة كده مكانوش هينفع ولا هم يتسلوا ولا يتعملوا، قلت بقى هخليهم بحط عليهم حتة لحمة بيضة. ودي حتة صدر رومي برضو مش هيكمل أكل يعني. ده الليمون اللي بيفضل عندي بشيله بعمل بيه صابون مواعين. وده البوسة اللي بتاع الصغن الأطفال الصغير، نص منجاه ما هتخسرش. ده الفريزر ده طلع فيه كوارث يا ولد والله. ده بقى اللي ما كانش معمول حسابه، كيس رومي. اقسم بالله انا ما كنت عارفه ان في عندي رومي اصلا، لان كنت المفروض خلاص مش عارفاها. وده برضو كيسين رومي، يعني لقينا اكلتين رومي يا جماعه في الفريزر. هنا انا كنت طايره من الفرحه، مش قادره اتخيل ان احنا فعلا طلع عندنا كيسين رومي. اهي اكله ونفعت، بدل الاكل اكلتين. اهي حته صدر رومي تاني، هتنفع برضه تقضي ليله، تقضي ليله واكله. لو وصلت بقى لحد هنا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش اتمنى لو تشتركي في قناتي، وافرحوا معايا يا جماعه بالفريزر اللي لقيته موجود فيه. ده عيش عادي، اي لقمه بتتفضل خساره عشان ما تترميش، نشيلها في الفريزر ونيجي في يوم زنقه نعمل كل ده، نشف العيش ده كله ونعمل ايه صينيه فتة كده مع بعض. لا انا بلاقي حاجات كتير، تعالوا نتفرج نشوف ايه. كيس ايه ده؟ لبن. كيس لبن، والله ده هي باين عليها كده متكسر النهارده. حتى اللبن ربنا مسهل، بس يا رب يكون لبن ولا شاش، وما يكونش شيرش يعني، لان انا يا جماعه بحتفظ برضو بالشيرش بالتلاجة عشان بنعمل بيه قرص فطير، قرص اللي هي الفطير. والله حلو، والنبي الفريزر بتاعي ده حلو. قشطه وش لبن، ده الخير كله في الفريزر بتاعي. استنى وادي عيش، العيش ده كله بس عايزين، هو بص مش هينفع يتاكل كده العيش، احنا هنحوشه من البتاع ده من التلج ونعمله في صاص نشف. دي الوحيدة اللي انا كنت عارفة انها فعلا موجودة، لف الجلاش. لف الجلاش هدي صحيحة. لا بس الجلاش مش هنعمل النهاردة،
احنا عندنا مشبك. بامية بامية يا جدعان، بامية بامية يا بني آدمين، بامية. وسع وسع يا ولاد، لقيت بدل الكيس 2 بامية، يعني أحلى حاجة ممكن تتخيلوها. والله الخير كان كتير خالص في الفريزر ما شاء الله. يلا الحمد لله، ربك بيكبر بخاطر. هنعمل بقى كيس الرومي، ونعمل معاه بقى شوية مكرونة وشوية لسان عصفور. طلعنا أكلة من مفيش في الفريزر، أكلة من التلج، أكلة من التلج. غير كده بصوا، يعني الكيس ده لوحده ده كنز تاني. يعني ده ممكن نفرمه مع جلاش، ويبقى صينية جلاش باللحمة المفرومة. بس لو وصلت لحد هنا، طب حطيلي كومنت، حطيلي لايك، ولو لسه ما اشتركتش اتمنى انك تشتركي في القناة. لو ما اشتركتش في القناة اشترك، ولو ما حطيتش لايك واشتراك حط لايك واشتراك، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة وازكى السلام. وهنا بعد ما عملنا المكرونة عاملة شايفين المفلفل اهي مش معجن ولا فيها حاجة، ولسان العصفور النبي دور عليها. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى انكم تحطوا لايك وكومنت وتصلوا على الحبيب الغالي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. ولحد هنا قولوا ايه رايكم في الفيديو ده، كان عامل ازاي؟